ازيكم؟ النهارده جايين نعمل ريفيو لكاميرا مختلفه بتصور 20 صوره في الثانيه في الفوتوغرافي وبتصور لغايه 4K في الفيديوغرافي. صنفت انها من احسن الكاميرات لليوتيوبرز والفلوجرز، تقدر تعمل منها لايف ستريم على اليوتيوب على طول. النهارده جايين نتكلم عن الكاميرا، لا مش دي، جايين نتكلم عن الجي 7 اكس مارك 3. كاميرا النهارده هي الجي 7 اكس مارك 3. الجي 7 اكس مارك 3 هي بريميوم كومباكت كاميرا، يعني كومباكت كاميرا وزنها وحجمها صغير ولكن فيها كل الكنترولز بتاعه الدي اس ال ار، فتقدر تفيد كل المصورين المحترفين اللي محتاجين ياخدوا كل الكنترولز اللي هم محتاجينها من الكاميرا بتاعتهم من غير ما يشتروا دي اس ال ار وزنها كبير. الجي 7 اكس ظهرت في 2014 از مارك 1، وظهرت في 2016 الجي 7 اكس مارك 2، وفي 2019 نزل الجي 7 اكس مارك 3 تحديدا في شهر سبتمبر. لو جينا نتكلم عن البادي بتاعها، البادي بتاعها صغير جدا ووزنها كمان خفيف جدا، بنتكلم تقريبا في 300 جرام، فبالتالي هي كاميرا ممتازه جدا للترافلرز، الناس اللي بتتحرك، او حتى اليوتيوبرز والفلوجرز اللي هم بيحتاجوا ان هم يبقى معاهم كاميرا صغيره فيها كل امكانيات الدي اس ال ار. هنتكلم عن السنسور بتاعها. السنسور بتاعها 1 انش سيموس سنسور 20.1 ميجا بكسل اللي تقدر تصور بيها فوتوغرافي، وكمان بتوصل في الفيديوغرافي لغايه 4K. الايزو برفورمانس بتاعها هايل جدا لو انت احتجت ان انت تصور في لو لايت، لانها بتبدا من 125 لغايه 25600 في الفوتوغرافي، وبتبدا من 125 لغايه 12800 في الفيديوغرافي. يبقى احنا كده معانا حجم صغير وكواليتي عاليه وكمان ايزو برفورمانس عالي. البروسيسور بتاع الكاميرا هو الديجيك 8 من كانون. على فكره البروسيسور ده احنا بنشوفه في كاميرات الدي اس ال ار. البروسيسور ده سريع جدا في البروسيسنج بتاع الصور والفيديوز، عشان كده قدرنا ان احنا نصور 4K. البروسيسور ده بيساعدنا جدا في الفاست فوكسنج، ان انت تقدر تعمل فوكس لان الكاميرا فيها الاوتو فوكس وكمان فيها فيس ديتكشن. فلو انت بتصور نفسك او بتصور حد على اليوتيوب او بتعمل فلوج لحاجه معينه وعملت فيس ديتكشن على شخص معين، الكاميرا بتقدر انها تعمل كونتينوس فوكسنج عليه من غير ما يطلع في الكاميرا بتاعتك اوت اوف فوكس. وكمان الكاميرا دي بتقدر تطلع فاير رو. المصورين اللي بيحتاجوا ان هم يعملوا اديتنج على صورهم هينبسطوا قوي بالموضوع ده، لان كانت الكاميرات البروفيشنال بس او الكاميرات الدي اس ال ار بس هي اللي بتطلع الفاير رو ده. لو جينا نتكلم عن الشاتر، الكاميرا فيها شويه امكانيات مختلفه شويه في الشاتر. الكاميرا طبعا فيها البالب مود لو انت محتاج تصور شاتر بتاعك فوق 30 ثانيه، وفيها ان انت تظبط الشاتر بتاعك من اول 30 ثانيه لغايه 1 على 25600، وده بفضل الالكترونيك شاتر اللي موجود في الكاميرا. فبالتالي تقدر تحصل على صور فريزد، او لو انت بتعمل مثلا بتصور شوت معين وعايز ان انت تفريز الشوت ده، فتقدر ان انت توصل لشاتر 1 على 25600، ودي ميزه ممتازه جدا بفضل الالكترونيك شاتر اللي موجود في الكاميرا. ولازم كمان تبقوا عارفين ان الكاميرا الصغيره دي بتصور 20 صوره في الثانيه، 20 فريم بير سكند. يبقى الكاميرا دي بتصور شاتر بتاعها 1 على 25600، وكمان بتقدر تديك 20 صوره في الثانيه. دي على فكره فريمز بير سكند ما بيقدرش كاميرات كتير من الدي اس ال ار او الكاميرات المنافسه يعني انها تطلع الفريمز بير سكند دي، ودي ميزه انا شايفها مهمه جدا لو انت ترافلر او بتتحرك بالكاميرا، تقدر ان انت تاخد شوتس من غير ما تفقد اي مومنت من المومنتس اللي حواليك. لو جينا نتكلم عن اللينس، فهي الصراحه فيها لينس عظيم. طبعا الكاميرا بما انها كومباكت كاميرا ففيها انتجريتد لينس، يعني اللينس موجوده فيها مش بتحتاج ان انت تغيرها، ودي برضو ميزه على فكره للناس انها بتحب تتنقل او بتحب انها تتحرك من غير ما يبقى معاها اكتر من لينس، ويكون معاها اللينس اللي جوه الكاميرا بتغطي كل الرينج اللي هي محتاجاه. اللينس اللي موجوده في الكاميرا هنا اهو هي ايكويفالنت ل 24 مللي 100 مللي، يعني العدسه بتاعتها 24 100، وده على فكره رينج كبير جدا لو انت بتحتاج ان انت تصور وايد انجل او تيليفوتو في نفس الوقت. وكمان فتحه العدسه بتاعتها 1.8 عند ال 24 و2.8 عند ال 100. يبقى في اللو لايت زي ما قلنا السنسيتيفيتي لايت سنسيتيفيتي بتاعتك عاليه، فتقدر ان انت تدخل اضاءه عاليه، وكمان فتحه العدسه بتاعتك عاليه، فتقدر ان انت تصور في اللو لايت وانت مرتاح، سواء كانت على 24 مللي او سواء كانت على 100 مللي. وكمان العدسه دي فيها اي اس، فانت لو بتصور فيديو فهتلاقي الايمج ستابلايزر بيساعدك ان انت يطلع لك فيديو بتاعك من غير اهتزازات. وكمان لو احتجت ان انت تعمل مانيوال فوكس هتلاقي ان هنا في رينج موجود، وده على فكره برده كنا بنلاقيه في الدي اس ال ار، بس الرينج اللي موجود ده بيخليك ان انت تقدر تعمل مانيوال فوكس على طول من العدسه اللي موجوده، فكانك بالظبط بتصور بدي اس ال ار بالرينج بتاع الدي اس ال ار ولكن على كاميرا كومباكت. لو جينا نتكلم عن السكرين، فالسكرين بتاعتنا هي 3 انش تاتش سكرين تلتنج لغايه 180 درجه. فلو انا بصور نفسي فبالتالي الكاميرا هتساعدني جدا او الشاشه هتساعدني جدا ان انا اقدر اصور نفسي بالشكل ده.
لو خدتوا بالكم هنا اهو الشاشه ما بتخرجش بره الكاميرا يمين ولا شمال، الشاشه نفسها بتتقلب فوق الكاميرا، فبالتالي بتبقى اسهل في مسكه الكاميرا، وتقدر كمان ان انت تتعامل مع السكرين بتاعتك لان الشاشه بتاعتك تاتش، فتغير السيتنج بتاعتك وانت ماسك الكاميرا بالشكل ده. او كمان تقدر ان انت تعمل تاتش شاتر، فيها اوبشن اسمه تاتش شاتر، ان انت لما تلمس وشك او تلمس جزء معين بيفوكس ويصور وانت بس بتلمس الجزء ده. على فكره موضوع السكرين انها تبقى موجوده فوق كده مخلي مسكه الكاميرا اسهل بكتير، ببقى انا شايف نفسي هنا اهو وبصور بكواليتي عاليه جدا بتوصل لغايه 4K زي ما قلت لكم، وكمان اقدر ارك واوقف واشوف كل حاجه واشوف الفوكس بتاعي فين، والسكرين انا شايفها هنا اهو من غير ما السكرين دي تطلع من الكاميرا او من غير ما انها تبقى بارزه عن جسم الكاميرا، ومسكتها كمان ما تبقاش صعبه. ولو جينا بقى للكونكتيفيتي، فالكاميرا دي فيها كذا طريقه للكونكتيفيتي اللي موجوده فيها عشان تسهل لنا جدا عمليه نقل الداتا من والى الكاميرا دي. لو جينا بصينا هنا هنلاقي في زرار مخصص للواي فاي، لو دوسنا عليه بيبدا يقول لي هل انا محتاج ان انا اشغل الواي فاي وابعت او اتعامل مع الواي فاي بتاع الكاميرا عن طريق الموبايل، ولا عايز اطبع الصور، ولا عايز ارفع على درايف او اعمل لايف ستريمنج على اليوتيوب من الكاميرا نفسها. وده اوبشن موجود في الكاميرا، والصراحه هو اوبشن هايل، لان انت في العادي عشان تعمل كده بتحتاج يا اما كمبيوتر يا اما اكسترنال ديفايس عشان تقدر توصل الكاميرا بيه ويقدر هو يطلع او يعمل لايف ستريمنج على اليوتيوب. وكمان تقدر تستخدم الكاميرا بتاعتك عن طريق البلوتوث، وده اللي بيوفر لنا او بيقلل الباور كونسامشن اللي موجود في الكاميرا عشان تقدر ان انت تصور منها او تشوف لايف فيو او حتى تنقل الداتا بتاعتك. وعلى فكره الكاميرا فيها ميزه مهمه، وهي فكره ان انت تنقل الصور انستنت وانت بتصور للموبايل. يعني لو حطيت الموبايل في جيبك وقعدت تصور صور، هي الكاميرا بتعرف على طول ان انت محتاج تنقل الصور من الكاميرا للموبايل، فبتبدا تنقلها دايركتلي، وبالتالي بتوفر عليك وقت كبير جدا لو انت محتاج ان انت تصور صور كتير وتعملها ابلودنج في نفس الوقت. لو جينا نتكلم عن السوكتس، فالكاميرا فيها اكتر من سوكت. اول حاجه هو المايك، الاكسترنال مايك. لو انت محتاج تركب نيك مايك او محتاج تركب اومني مايك، فتقدر ان انت تركبه في الاكسترنال مايك جاك اللي موجود في الكاميرا، وده بيساعد جدا اليوتيوبرز والفلوجرز ان هم يطلعوا الصوت بتاعهم كلير اكتر. ولو جينا بصينا هنا اهو هنلاقي ان عندنا يو اس بي تايب سي سوكت والاتش دي ام اي اوت سوكت. الاتش دي ام اي بيخليك ان انت توصل الكاميرا باكسترنال ريكوردر او حتى على سكرين عشان تشوف الشاشه بتاعه الكاميرا او تشوف الفيديو اللي بتصوره شاشه الكاميرا على السكرين دي. بالنسبه بقى لليو اس بي، فانت عندك ليه وظيفتين. اول وظيفه ان انت تقدر ان انت تنقل الداتا بتاعتك او تنقل الصور اللي موجوده على الكاميرا او على الميموري كارد اللي موجود في الكاميرا اللي هو الاس دي كارد عن طريق اليو اس بي. وتاني وظيفه وهي وظيفه مهمه جدا، لو انت بتثبت الكاميرا في مكان ثابت ومحتاج ان انت تشحن الكاميرا وهي بتصور، فتقدر عن طريق اليو اس بي تشارجنج هنا اهو ان انت توصل الكيبل بتاعها عن طريق باور بانك او عن طريق بلاج مثلا من كانون تقدر ان انت تشتريه، فالكاميرا بتبدا انها تشحن وهي بتصور. والاوبشن ده على فكره مش موجود في الدي اس ال ار، ولكن موجود في الكاميرا دي عشان يساعد الناس اللي تحتاج انها تثبت الكاميرا وتطلع فيديوز لفترات طويله او حتى يعملوا لايف ستريمنج، ان الكاميرا تقدر انها تزود بالطاقه وهي بتصور. ولو جينا نتكلم عن بعض المميزات الاضافيه اللي موجوده في الكاميرا، مثلا هنلاقي عندنا هنا دايل موجود للاكسبوجر كومبنسيشن، هنلاقي عندنا كل المودز اللي موجوده في كاميرات الدي اس ال ار موجوده في الكاميرا بتاعتنا. الكاميرا فيها انترنال ان دي فلتر، وده برده بيسهل جدا لو انت بتصور في الشمس. والكاميرا على فكره فيها كمان ميزه لطيفه، ان انت لو بتصور بالطول، لو الكاميرا بتصور بالطول، هتقدر ان انت تاخد او تنقل الفيديوز بتاعتك دي على الموبايل وتشتغل برده بالطول، مش بتحتاج ان انت تعملها فليب او ما بتدكش جوانب سوداء. فدي برضو ميزه للناس اللي بيحتاجوا ان هم يصوروا ويرفعوا الفيديوز بتاعتهم انستنت على الانستجرام او على الفيسبوك او على اي منصه بتحتاج ان الفيديوز بتاعها يكون بالطول. وبكده النهارده نكون خلصنا الريفيو بتاعنا عن الكاميرا الجي 7 اكس مارك 3. في الحقيقه هي كاميرا واخده طابع الكومباكت كاميرا، وزي ما قلت لكم هي بريميوم كومباكت كاميرا، واخده كل الامكانيات اللي بتبقى موجوده في الدي اس ال ار. فبالتالي لو انت بتستخدمها از فلوجر او يوتيوبر او حتى ان انت فوتوجرافر ومعاك دي اس ال ار وبتستخدمها از سايد كاميرا بتصور بيها مثلا في الترافلنج او في اي حاجه بتتحرك فيها مش محتاج يبقى معاك كاميرا كبيره. وكمان موضوع الانتجريتد لينس اللي بتكفر لك من 24 مللي ل 100 مللي بيسهل علينا جدا انها تبقى كاميرا واحده فيها كل المميزات دي. اتمنى اكون فدتكم النهارده في الريفيو عن الجي 7 اكس مارك 3، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لسي بي سي تي في عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده. شكرا ليكم. خلينا بقى نشوف الكاميرا اللي وقعت دي.